بدم بارد وبطريقة وحشية صفوها لولدهم اللي في عمره 10 شهور، حرقوه وضربوه وهرسوه وعذبوه. والصادم انهم صفوها للطفل الرضيع من بعد 39 يوم فقط من العودة ديالو ليهم، حيث دوز أغلبية ديال حياته القصيرة بعيد على والديه في الخيرية بسبب الإدمان ديال والديه. والمثير للدهشة أنهم من بعد ما صفوها الطفل ديالهم شافوهم الناس كيموتوا بالضحك في الطاكسي فحال ما وقع والو. وكتقول الأم ديالو أن باه ضربو حتى الموت وأنا ما حميتوش. ودابا أجي ندخلوا لهذا العالم الأسود ونعرفوا شنو وقع من الأول. جريمة مروعة والضحية رضيع في عمره 10 أشهر. والصادم أن الأب والأم ديال الطفل هما اللي ارتكبوها، سالوا مع الحياة ديال ولدهم بدم بارد وبطريقة وحشة، وكانوا تحت تأثير المخدرات في دارهم في ديربشاير البريطانية. حرقوه وعذبوه وضربوه وخلوه مصاب بالعشرات ديال الإصابات في جسمه وكله مهرس. مات الرضيع من بعد 39 يوم فقط من العودة ديالو لوالديه، حيث أغلبية ديال حياته القصيرة دوزها في الخيرية بسبب أن والديه كانوا ناس مدمنين. والمحكمة وجهت للوالدين تهمة أنهم صفوها للطفل فينلي بودن بطريقة وحشية، وحكمات على الأم ديالو شانون مارسيدن بالسجن 27 عام، وحكمات على الأب ديالو ستيفن بودن بالسجن 29 عام. وتسببوا ب 130 إصابة للطفل قبل الموت ديالو، و71 كدمة و37 كسر بسبب الركل والضرب المبرح، وحروق بالجسد ديالو كامل، بالإضافة لتعفن في الدم والتهاب بطانة القلب. عذبوه ديال بصحة عاد جمعوله. ومن وقع التحقيق في منزل الزوجين بان باللي حياتهم عبارة على فوضى وسخ، ولقاو حدا السرير قرعي خاويين ديال مشروبات الطاقة وطرف ديال المخدرات وقارو والحليب ديال الأطفال وعبوة ديال الباراسيتامول المستخدمة لعلاج فينلي. والقاضية أماندا تيبلز قالت قبل نطق الحكم أن الزوجين كانوا كذابين وعارفين مزيان شنو كيديروا، وتعداو وتكرفسوا وعذبوا الطفل ديالهم بقسوة ما كيتخيلهاش العقل. وقالت أن الأيام الأخيرة الطفل فينلي صعيبة حتى تخيلها ولا توصفها، بحيث انهم لقاو حوايجو مطليين باللعاب والدم والبراز. والقسوة ديال الاب والام ما سالاتش بموت الطفل فينلي. فمن بعد الوفاة ديالو سمع احد الشهود الاب بودن وهو كيقول انه يبيع الكروسة ديال فينلي في موقع اي باي، وشافوا الناس الزوجين من بعد كيضحكوا مع بعضهم في شي طاكسي منين كانوا كيزوروا قبر فينلي في واحد الكنيسة صغيرة. وسمعوا الناس الام مارسيدن وهي كتقول الاب ديالو ضربو حتى الموت وانا ما حاميتش عليه. وخا البشاعة هاد الجريمة ديالهم في حق ولدهم ما بينوا حتى مشاعر او لا تأنيب الضمير، وبقاو ساكتين وما قالوا والو اثناء النطق بالحكم. وهنا نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. قولوا لنا آراءكم وشاركوا هذه الحلقة مع من تحبون، والسلام عليكم.